مرحبا. أنا متأكد أنكم سمعتم بقانون الجذب، ولكنني هنا لأخبركم أن الطريقة التي تمارسون بها هذا القانون هي طريقة في الغالب غير فعالة. كم من مرة قلت أريد المال ثم لم يتغير شيء، وكم من مرة كررت أنا سعيد وأنت في الحقيقة لا تشعر بذلك. المشكلة أنك تطلب من الكون بالكلمات، بينما الكون يستجيب للذبذبات. في هذا الفيديو سنكتشف سر تفعيل قانون الجذب الحقيقي، كيف تتناغم مع المجال الكمي لتصبح مغناطيسا لكل ما تريده. هيا بنا لنبدأ الرحلة لنفهم الأمر بعمق أكثر. فأنت لست جسدا فقط، فأنت كائن طاقي يهتز بتردد معين. مشاعرك مثل الخوف، الغضب، هي ترددات. النظرة لها تردد منخفض، الوفرة لها تردد عالي. هذا الكون الذي نعيش فيه هو ما نسميه في الوعي المجال الكمي. إنه مثل البحر من إمكانيات غير محدودة. كل شيء يمكن أن يحدث موجود فيه. فالمشكلة أننا نحاول أن نطلب السفينة في هذا البحر، بينما نحن لم نضبط الإحداثيات بعد. إذا كنت تشعر بذرة فأنت ترسل ذبذبات منخفضة، والكون بصفته مرآة لا يرسل لك سوى ما يتناسب مع هذه الذبذبات. تفعيل الجذب يعني تغيير الذبذبة وليس تغيير الكلمات فقط. الآن لنقم بتمرين بسيط. جهز نفسك، اجلس بهدوء واجعل عمودك الفقري مستقيما. أغمض عينيك، خذ شهيقا عميقا من الأنف وأطلق زفير من الفم. افعل هذا 3 مرات لتهدئة نظامك العصبي. الآن انسى كل مشاكلك وأهدافك، ركز فقط على الشعور للامتنان العميق. استرجع ذكرى واحدة شعرت فيها بالحب صافي، ربما مع حيوان أو طفل أو لحظة طبيعية. أشعر بهذا الشعور في قلبك، دعه يتوسع يتوسع ويتوسع. كرر كالكرة من الضوء دافئ. عندما تشعر بهذا التردد العالي، الآن فقط تخيل هدفك. تخيل وأنت في حالة الامتنان هذه، لا في حالة نقص. كرر في داخلك: أنا الآن في تردد استقبال الوفرة، أنا منسجم. خذ نفسا أخيرا وافتح عينيك ببطء. ما شعرت به الآن هو تفعيل الذبذبة. تذكر، هدفك ليس أن تحصل على شيء، فهدفك الأساسي هو أن تصبح الشخص الذي يتوافق ذبذبيا مع ما يريده. سر الوفرة يكمن في النقطة واحدة: شعورك الداخلي أهم من سعيك الخارجي. الآن أريدك أن تخبرني في التعاليق ما هو الشعور الذي ستتبناه وتعيش به اليوم لتجذب هدفك. شارك هذا الفيديو مع صديق يحاول تفعيل قانون الجذب، ولا تنسى الاشتراك الآن وفعل جرس التنبيه، لأن الفيديو القادم سيكون عن كيف توازن بين الطاقة الأنثوية
تقصد الاستقبال والطاقة الذكورية، أي الفعل، ليتجلى هدفك بشكل أسرع. إلى اللقاء في رحلة الوعي الجديدة.